انت ما التزمتش باتفاقنا، مفيش نزول النادي النهارده. لا، الموضوع مش مستاهل. ما ينفعش ما ينزلش النهارده، بالذات عنده ماتش مهم. روح يلا البس هننزل، وما تعملش كده تاني. اتفضل البس بسرعة، هننزل ونيجي قبل ما بابا يرجع من الشغل ويعرف اني نزلتك من وراه. من زمان بنسمع الجملة بتاعت واحد يشد والتاني يرخي عشان العيال ما تتعقدش يعني. والحقيقة ان الطريقة دي اثبتت فشلها في حاجات كتير. والصح ان الاب والام يبقوا هما الاتنين كلامهم واحد ومتفقين على الطرق اللي هيربوا ويدربوا بيها اولادهم، وطبعا ده مش قدامهم. ولو الاب مثلا قال كلام ما كانش عاجب الام وما اتفقوش عليه قبل كده، بدل ما نكسر كلامه ونبوظ صورته قدام الطفل او نكذب عليه ونعلم الطفل الكذب، الأحسن ممكن نقول ممكن تدخل أوضتك دلوقتي، محتاجة أتكلم مع بابا شوية وهنبلغك في الآخر إحنا هنعمل إيه، ونقعد ونتكلم ونتفق هنعمل إيه. عشان لو الطفل اتعلم دايما يشوفكم مختلفين قدامه، ده ممكن بعد كده يخليه يتعلم يلعب على الطرفين عشان ياخد دايما اللي عايزه من كل طرف. وبتخليه يفهم ان مفيش قاعدة في البيت ده كل حاجة ينفع نجادل ونناقش فيها لحد ما ناخدها، ده غير الصورة الوحشة اللي هيكونها عن الطرف اللي بيشد. اقول لكم حاجة، الولاد بتحس اكتر بالامان والثقة لما يكون بابا وماما كلامهم واحد ثابت ومش بيغيروه، وانهم بيحترموا بعض ومش بيكسروا كلام بعض. ولا ايه رأيكم؟